السلام عليكم. آسيا تتسيد العالم في 24 ساعة. امبارح السعودية تكسر كبرياء أمريكا الجنوبية كلها، والنهاردة اليابان يهكر الماكينات الألمانية، وكمان يكسر غرور وعنصرية أوروبا كلها، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان لمنتخب البسكليتة. بص يا جماعة، شكل كأس العالم دي فيها لعنة. اي فريق هيتقدم على الفريق التاني بركله جزاء هيتحط عليه ويتعامل معاه الجلاشه. من الاخر كره القدم ما عادش فيها حاجه، فيها فرقه كبيره وفرقه صغيره. وبعدين السعوديه رسمت لك الخط وفكت لك الشفره وقالت لك كره القدم يا باشا بالمرجله والروح، غير كده مفيش. النهارده احنا كنا منتظرين وطمعانين في فوز تاني لمنتخب المغرب، ولكن الكابتن وليد الركراكي رفض. نلعب بتحفظ ومعاها عناصر بتلعب في افضل انديه العالم. العب كوره، العب لقدام، اهاجم، اامن بنفسي واقول انا عايز اكسب. بص بقى، ان الواحد يتعصب ولكن اوعى زعلك ده ينسيك ان اليابان انتهكت حقوق منتخب البسكليت. ويا اخويا انت وهي بدل ما تحط ايدك على بقك وقافل بقك، كان من باب اولى تقفل الشبكه. يا ولا يا بسكليت.